طبيعي ان الكتير من الكاستمر لما يبقى عنده انترست وعايز يشتري ان هو بيبقى عنده اوبجكشن، عنده اعتراض. يعني مش عاجبه فيتشر معينه في البرودكت، مش عاجبه الطعم، مش عاجبه الريحه، مش عاجبه السعر، مش عاجبه الحجم، عادي جدا. هو ده بيتصنف على انه ترو اوبجكشن لو هو موجود في البرودكت بتاعك. ليه؟ فيتشر انا عاملها كشركه في البرودكت بتاعي، الكاستمر استقبلها بشكل نيجاتيف، بيقول لي اللابتوب ده تقيل، وزنه تقيل، بيقول لي الموبايل ده شاشته كبيره، بيقول لي الدواء ده كبسولته كبيره، بيقول لي الانبوله دي حجمها كبير. طبيعي جدا ان الكاستمر لما يلاقي حاجه هو مش هيستفيد بيها ومش هتفرق معاه او بالعكس هتضره، طبيعي ان هو يعترض. انا عايزكم تتعاملوا مع الاعتراضات على انها حاجه من الحاجات العظيمه جدا اللي بتحصل، وفعلا اوبورتيونيتي حقيقيه ان انت تعرف تبيع البرودكت بتاعك. وانس ان كاستمر اعترض دي حاجه تتقدر جدا، لدرجه ان لو واحد ما اشتراش منك واعترض انا عايزك تطلع منه الاعتراض. دور على الاعتراضات. طول ما في اوبجكشنز، طول ما في انترست عند الناس ومهتمه باللي انت بتقوله. طب نرجع لموضوعنا. دلوقتي العميل شايف الحاجه اللي عندك دي على ان هي عيب، شايف ان اللابتوب تقيل دي حاجه وحشه. هتعمل ايه في الموقف ده؟ تكنيك صغير كده اسمه بوم رانج. اسمه ايه؟ بوم رانج. عارف انت علامه الانفينيتي بتاعت الانستجرام، الشباب اللي هو بيقدم مثلا مج ويروح ويجي وهو بيشرب النسكافيه، اللي هي اسمها مرتده، يعني بيعمل حاجه وترجع تاني. اهي نفس الفكره دي بالظبط. عايز العميل لما يقول لك اعتراض، خده حوله لميزه ورجعها له في صوره ميزه وسيلينج بوينت. احسن طريقه من طرق الهاندلنج. خلي بالك. بمعنى دلوقتي العميل بيقول لك ايه؟ بيقول لك الانبوله بتاعه الدواء كبيره، حجمها كبير. فانت بتقول له مش ان ده عيب عندك وان انت سايبه طبعا وان عندك مزايا تانية ممكن تشتريها علشان البرودكت ومش مشكله الحجم الكبير ده مقدور عليه. لا 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 لا، مش هعمل كده. انا هبيع له الانبوله كبيره في حد ذاتها ميزه. فهقول له على فكره احنا اللي عاملين الانبوله كبيره علشان الناس اللي بتكسرها زي الصيدلي ما بيجي يدي الانبوله ولا المستشفى ولا في اي مكان، الامبولات الصغيره بتبقى صعبه جدا في الكسر واحيانا كتير بتعور ناس. احنا كشركه انتندد نعملها كبيره علشان تسكيور الناس دي، فقلبت العيب لميزه. لما يجي واحد يقول لك الموبايل ده شاشته كبيره قوي او حجمه كبير قوي، بتقول له يا فندم ده احنا عاملينه كبير علشان خاطر مصلحتك، عشان خاطر حضرتك معظم الوقت بتقضيه فين؟ على الانترنت والبراوسنج والفيس، حضرتك شغال في البيزنس، بتفتح اكسل شيت، بتفتح باوربوينت. الشاشه كبيره تغنيك عن اللابتوب في الوقت الارجنت فيه، تقدر تفتح وتشوف الشاشه اكبر. مش هعترف ان هي عيب قوي وابدا ان انا اطلع مزايا تانية من المنتج، لا مش هعمل كده. انا هعكس العيب واطلع منه ميزه. وده يسري على انواع كتيره جدا جدا من الاوبجكشن. ده بيحصل ليه؟ لان العميل بياخد الفيتشر اللي عندك او الخاصيه اللي عندك دي على ان هي حاجه وحشه. انت بقى بتوري له الميزه اللي فيها ايه. ده اسمه بومرانج. يعني لو واحد مثلا من الشباب يقول لي انا عايز اخد كورس معاك بس الكورس معاك اونلاين وانا ما بحبش الكورس اونلاين، انا عايزه فيس تو فيس، انا ممكن اتكلم معاه في المزايا الاونلاين نفسه. مش هقول له بقى ان مش يعني مشكله ان الاونلاين مش احسن حاجه والفيس تو فيس، لا. اطلع لك مزايا الاونلاين هيوفر ايفورت، هيوفر وقت، هيخلي السيشن ريكوردد، هيوفر عليك مجهود ومواصلات وفلوس وكوست. تقدر تعيد السيشن اكتر من مره في الاونلاين وتسمعه اي وقت. احنا كمان بنفتح الكاميرا والموضوع بيبقى انتراكتيف، فهو قريب جدا من الفيس تو فيس. انا هنا طلعت من الاونلاين في حد ذاته ميزه. انما لو انت اتفقت مع العميل على العيب وبدات تطلع مزايا تانية، ده تكنيك تاني خالص اسمه كومبنسيشن، مش هتكلم عنه النهارده. انا عايزك النهارده تلقط تكنيك اسمه بومرانج. ببساطه اي عيب ينفع يتحول لميزه خده، طلع منه مزايا ورجعه للكاستمر في صوره سيلينج بوينت. خلي بالك دي مهمه قوي، لان اكتر حاجه لامسه الانترست بتاعه في الوقت ده هي الفيتشر دي، الحته اللي مضايقاه دي. فلما تحولها له لسيلينج بوينت يبقى دي نقطه بيعيه قويه جدا جدا عندك. عيب التكنيك ده ايه بقى؟ ان مش هيتناسب مع كل انواع الاعتراضات، لان في بعض انواع الاعتراضات الكاستمر هيديها لك ومش هتقدر تطلع منها ميزه، هو عيب واضح جدا، ويكنس بوينت عندي في البرودكت ومفيش مزايا منها. فساعتها تستخدم بقى التكنيك التاني اللي ممكن ابقى اكلمك عنه في وقت تاني بعدين. المهم دلوقتي اعرف البومرانج واستخدمه وركز كده، راجع كده البرودكت بتاعك معايا كده وشوف ايه اللي ينفع عندك تعمله بومرانج. وبالتوفيق دايما.